السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. معكم أميمة من قناة شهيوات أميمة أمريتاج. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنقدم معكم هاد البسكوي أولا هاد الحلوى الرائعة سهلة في التحضير، كتجي زوينة بزاف، ما تشبعوش منها، خصوصا هكا الوليدات راه تيحماقوا عليها وكتجي زوينه، كتجي معلكه. نتمنى تبقاو معايا الى اخر الفيديو. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم نتمنى ما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير. غنبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي حبه ديال البيض، عندي واحد الساشي ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملحه. غنطربهم مزيان مع بعضياتهم، وغنزيد عليهم كاس ديال السكر سنيده ولا السكر حبيبات، وغنزيد عليهم كاس غير مملوء ديال الزيت. وغنطرب مزيان المكونات مع بعضياتهم مزيان. نقدروا نخلطوا المكونات غير بالمعلقه اولا باليد ديالنا. انا هنا اختاريت نطرب هكا بالطراب اليدوي. المهم غنطرب هكا المكونات مزيان وغنبدا نزيد الكميه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق غندير الكاس الاول، وغندير هنايا ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. هنا تقريبا فيها 8 غرام، غندير تقريبا 4 غرام. درت تقريبا معلقه واحده ديال معلقه صغيره ديال الساشي ديال الخميره ديال الحلويات. هنا للاضافه درت واحد المعلقه ديال نيدو او الحليب المجفف، كتعطي واحد المذاق زوين. وغنزيد حتى واحد المعلقه اولا واحد الملعقه ديال الكوك، كيعطي واحد التعليكه وواحد المذاق زوين بزاف. هنا زدت الكاس الثاني ديال الدقيق. بالنسبه لنوعيه الدقيق الممتاز. صافي غنبقى هكا نخلط غير باليد ديالي، غنبقى ندخل هكا الدقيق كامل في هاد المكونات حتى نتحصل على هاد العجينه هنا اولا على هاد الخليط. هنا حسيت بها شويه باقي خاصه شويه ديال الدقيق حيت كتلصق بزاف. زدت ليها تقريبا واحد المعلقه ديال الدقيق، وهذه هي العجينه ديالنا. هكا خاصها تكون، يعني واخا تكون رطبه ما تلصقش معاكم في الايد. هنا في واحد الصينيه ديال الفرن درت عليها درت عليها هكا البابي كويسون اولا ورق الزبده، وبديت كنسرح. هنايا راه حيدت العجينه من هاد اللاطه، حتى درتها بالمدلك. ضروري ديروها شويه هكا بالمدلك باش تجيكم ساهله، هكا كتسهل عليكم الامر. الا بغيتو ديروها بايديكم ديروها، راه يعني كتخدم بالايد، ولكن من الاحسن المدلك كتجيكم هكا سهله وما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت. حاولت تنقاد هكا الجوانب ديالها مزيان بهذيك الباله هكاك. صافي بالنسبه للتزيين غنزين هنايا بالكونفيتير ديال المشماش. بالنسبه لهاد الكونفيتير ديال الحلويات. وهنا غندير واحد شويه ديال اللوز ايفيلي. تقدروا ديروا كاوكاو ايفيلي اولا الكاوكاو كونكاسي، يعني اي حاجه عندكم. تقدروا ديروا شويه ديال اللوز محمر هكا ومهرمش، ديروا اي حاجه متوفره عندكم. صافي وغندخلها الفران وغطيب على درجه الحراره 150. درتها تقريبا على 150. كان الفران يعني شاعل من قبل وسخون من قبل، ودخلتها الفران على درجه الحراره 150. راها بالزربه كطيب، وحديو معاها انا شوفوا الجوانب ديالها راه تحمروا ليا مزيان. هنا غنخليها حتى تبرد تماما. هنا راه عديت دوك الجوانب حيدتهم وهي سخونه وبداو كيتفرتوا معايا. خليتها تبردت تماما وشدات في راسها هكا. عاد بديت كنقطعها معكم بهذا الشكل، على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. على بديت كندير هكا المستطيلات، وغنبدا نحيد هذوك الجوانب، وغنبقى نديرها على شكل مربع اولا بهذا الشكل اللي كتشوفوا. ولكم الاختيار ديروا اي شكل بغيتو. وهذا هو الشكل ديالها. راه كتجي ساهله وزوينه بزاف، وسهله في التحضير ديالها. راه كتحضر فرمشه عين بالزربه تتوجد معكم، وبالزربه كتحضر، والمذاق راه ما تشبعوش منه صراحه. كتجي زوينه وواحد القرمشه، خصوصا اللي كيبغي هكا شي حاجه حلوه ومقرمشه في نفس الوقت، راه كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للفرن راني كنت شاعله عليه من الفوق ومن التحت بالزربه كطيب. من الاحسن شعلوه هكا من الفوق ومن التحت، راه بالزربه كطيب، يعني ما تجي فين طيب من التحت حتى كتحمر من الفوق وها هي واجده. صافي هذا هو الشكل ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هاد الوصفه سهله والبسيطه، ما نطولش عليكم، نخليكم مع باقي الصور ديال هذا الفيديو ومع هذه الوصفه، والى وصفه اخرى ان شاء الله، وصفه جديده وسهله وبطبيعه الحال تكون اقتصاديه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولا عجبكم الفيديو نتمنى تبارطاجيو مع الاحباب ديالكم ومع الاصدقاء، وما تنسوش تخليو ليا هكا جيم اولا لايك للفيديو الى عجبكم، وتخليو ليا التعاليق ديالكم. والسلام عليكم.